السوشيال ميديا علمتنا ازاي نستهلك العلم مش نعيشه. بقينا نحفظ كلام كتير وافعالنا صغيرة. بقينا خبراء نظريين وعلى ارض الواقع مفيش. بقينا عارفين الصح ومرتاحين في الغلط. انت بقى كده ولا مش كده؟ ممكن تقولي امتى اخر فيديو شفته عن التطوير او التنمية ونفذت منه حاجة؟ الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكون في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنه بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويام رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك. أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. فاكرين لما اتكلمنا إن الخوف بيسرق هويتك وإن الأخبار السلبية بتنتشر أسرع؟ طيب خليني أقول لك إن الخوف مش بس بيخوفك، ده كمان بيضحك عليك. بعد ما خوفوك عملوا إيه؟ ادوك حل سريع. إزاي تبقى قوي؟ إزاي تنجح مهما حصل؟ إزاي تغير حياتك كلها في 30 يوم؟ خليني أسألك سؤال بصراحة، بعد كل فيديو أنت شفته إيه اللي اتغير في حياتك؟ خد بالك، السوشيال ميديا بتلعبها صح، تخوفك وبعدين تطبطب عليك، توقعك وبعدين تقول لك قوم يا بطل، المهم تفضل مكانك. تعالى كده نتخيل مشهد مع بعض، انك قاعد متعصب، فتحت السوشيال ميديا لقيت فيديو بيتكلم ازاي تنجح مهما حصل، شفته هزيت راسك وقلت كلام جميل وبعدين قفلت ورحت تشتكي. انت كده ايه؟ طيب مشهد تاني، تقعد تدور ازاي اكون احسن عن طريق 5 خطوات او 5 طرق. بدأت تبحث على السوشيال ميديا، لقيت فيديو، فتحته، اتفرجت عليه للآخر وكانت مبسوطة وقفلت، وبعدها بدقيقة واحدة بدأت تزعق للعيال. هي كده عارفة لكن ما اتغيرتش. 2 صحاب بيتكلموا مع بعض، الأول بيقول للتاني أنا شفت فيديو كامل عن البيزنس، التاني بيقول له وأنا كمان شفت فيديو تاني عن الاستثمار. حلو جدا. طيب بدأتوا في إيه يا شباب؟ بيضحكوا ويسكتوا. يا جماعة السوشيال ميديا بتخلينا نستهلك العلم مش نعيشه. السوشيال ميديا بتخلينا نستهلك العلم مش نعيشه، وده خطر كبير قوي قوي قوي. بقينا نحفظ كلام كتير وأفعالنا صغيرة. بقينا خبراء نظريين وعلى أرض الواقع مفيش. بقينا عارفين الصح ومرتاحين في الغلط. انت بقى كده ولا مش كده؟ ممكن تقولي امتى آخر مرة شفت فيديو عن التطوير والتنمية ونفذت منه حاجة؟ مش المشكلة انك مش عارف، المشكلة انك فاكر انك عارف. خد بالك ان الوهم اخطر من الجهل. الجاهل ممكن يتعلم، لكن اللي فاهم نفسه فاهم عمره ما هيتحرك. وده اللي بتلعب عليه السوشيال ميديا. طول ما انت حاسس انك جامد هتفضل تتفرج، وطول ما بتتفرج هي كسبانة. خوفتك بالأخبار وبعدين نومتك بالأمل الكذاب. تعرف ايه الفرق الحقيقي ما بين اللي يعرف واللي بيتعلم بجد؟ اللي بيعرف بيتكلم كتير، اللي بيتعلم بجد بيتغير. اللي بيعرف بيناقش، اللي بيتعلم بجد بيطبق. اللي بيعرف بيحفظ، اللي بيتعلم بجد بيتوجع ويكمل. السوشيال ميديا مش معمولة علشان تعلمك، معمولة علشان تمسكك. ولو فضلت تتفرج هتفضل تحس انك متقدم
وانت مكانك. السؤال اللي بجد بقى، انت هتفضل تتفرج ولا هتتعلم؟ هتعرف ولا هتتغير؟ واستمع.